السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في قناتنا أعمال فنية وأكلات شهية. بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديو وقلنا ننزل لكم بحاجة حلوة جدا. هنعمل مع بعض بتيفور دايب، وهنعمله بالسمنة مش بالزبدة. مين اللي قال إنه ما ينفعش بالسمنة؟ هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، ومش محتاجين بقى ولا ميزان ولا كوباية ولا أي تعقيدات. وشايفين ده بقى كيلو الدقيق، شوفوا خرجنا منه صينية كبيرة قد ايه من البيتيفور. طبعا موفره لنا جدا. لو اشتريناه من بره السعر غالي قوي، فطبعا لو عملناه في البيت بايدينا بيبقى انضف واحلى. وكمان مكوناته بسيطة خالص وسهلة وناجح معاكي من اول مرة. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي التطبيقات بتاعتكم عاملة ازاي في الكومنتات. شايفين ناعم ازاي؟ جميل قوي يا جماعة، يا ريت كلكم تجربوه. بصوا بقى المكونات البسيطة اللي معانا كيلو من الدقيق زي ما هو كده مقفول، ومعايا مج من السكر العادي لما طحنته عمل لي مج ونص زي ما احنا شايفين كده، ومعايا 3 بيضات يكون حجمهم وسط، ما يكونوش كبار قوي. ومعايا 2 باكو فانيليا ونص معلقة من الكيك شيف او من البيكنج باودر. ومعايا علبة سمنة اللي هي 700 جرام، ممكن نستخدم اي نوع سمنة بس العلبة اللي هي 700 جرام. دي كل المكونات اللي استخدمناها. اهم حاجة نحط السمنة في التلاجة اهي. فضينا العلبة في بولة وهننزل عليها بالسكر، ونبتدي بقى ايه نضرب الخليط ده لغاية ما يصبح هش وكريمي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وزي ما قلت لكم اهم حاجة تكون السمنة خارجة من التلاجة. هنبدأ بقى نضيف البيض واحدة واحدة كده، واول ما تختفي نضيف التانية بالتبادل مع الفانيليا عشان ما ننساهاش. ممكن نحط أطعمة فيها طعم برتقان، اللي هي الفانيليا بالبرتقان دي بتبقى حلوة قوي، بس انا عشان هعمل بالشوكولاتة وهعمل الابيض فمش عايزة اضيف البرتقان دلوقتي. كده نخلنا كيلو الدقيق. مهم قوي ان احنا ننخل الدقيق. وحطيت نص المعلقة من الكيك شيف وهبدأ اقلب. هنحط الدقيق على دفعات بالشكل ده. هو كيلو الدقيق مظبوط قوي على 700 جرام. شايفين كده ما بيلزقش في الايد ولا اي حاجة. طبعا لازم الم بايدي في النهاية. وقسمت العجين، حطيت عليه معلقة ونص من الكاكاو الخام الاسباني وعجنته كده علشان يديني الكاكاو بالشوكولاتة. وبقى كده عندي اللي بالشوكولاتة والابيض. وهبدأ في مرحلة التشكيل بالمكنة العادية، واللي عنده عايز يعمل بيه براحته. انا عملت نص الصينية ابيض ونص شوكولاتة علشان يبقى سهل ان انا اعرف تسوية الشوكولاتة عشان ما تتحرقش مني. الابيض بيبان عليه بسرعة اللون الذهبي. عملت بقى مجموعة اشكال زي ما احنا شايفين كده، ودخلتهم الفرن على درجة حرارة 180. بص اول ما طلعت لسه سخنة ما بتتحركش من الصينية، واول ما اسيبها شوية هتبقى جاهزة كده. اول صينيتين طلعوا معايا، قعدوا حوالي 12 دقيقة بس في الفرن. اهي اتحركت لما بردت شوية. شايفين اللون اللي هي واخداه؟ اللون ده ممتاز. شايفين بقى النعومة؟ هنبتدي بقى ايه نبرد البيتيفور. شايفين يا جماعة؟ ولا فرش ولا نفش ولا جراله اي حاجة، الواحدة بوحدتها. اهم حاجة بس السكر لما نطحنه ناخد بالنا يبقى ناعم جدا، نطحنه كويس قوي علشان ما يبقاش خشن وبيقرش. نعومة السكر مطلوبة. شايفين البيتيفوراية عاملة ازاي؟ تحفة قوي يا جماعة. وكيلو الدقيق طلعنا منه الكمية دي كلها. دي صينية كبيرة على فكرة، صينية فطير مش صينية صغيرة. نبدأ بقى مرحلة التزيين. عندي شوكولاتة خام اللي هي سما ب20 جنيه، وحطيت عليها شوية لبن صغيرين وشوية زيت. وعندي مربى مشمش وجوز هند، وعندي السبرينكل دوت. وهبتدي بقى عملية التزيين. حشيت البتيفورية كده بالشوكولاتة وغطستها فيها، وحطيتها على صينية عليها كيس
عشان تبقى سهلة في التبريد وسهلة ان انا اشيلها متبهدليش الدنيا. وبقية الكمية حشيتها بالمربى وحطيتها كده في جوز الهند من على الحروف، بقت بالشكل الجميل ده. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.